السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معايا هنا كوباية زبدة. انت بتستعمليها في أي أكل، أي نوع انت بتستعمليه. كوباية زيت، كوباية لبن. شوفوا بقى دلوقتي هنعمل ايه مع بعض. أول حاجة هنحط السمنة اللي انت بتستعمليها في البيت، أي نوع يكون نضيف وحلو طبعا انت بتستعمليه. أول حاجة هنحطها هنا خلاص في الخلاطة. كل حاجة قدامكم. كوباية لبن هنحطها هنا كده عشان تاخد السمنة اللي فيه. ده بقى وداعا للغلية. هتلاقي كل حاجة عندك. أول مرة هتكلفي وبعد كده خلاص مش هتكلفي حاجة تاني. حطيتي كده خلاص دولت. كوباية الزيت دي بقى هتخليها دلوقتي. هتحطي معاهم بصي ذرة ملح صغيرة جدا عشان الحاجات دي بتبقى دلع. لبن، السمنة، الزيت، كل ده معاهم ليمونة برضه هنحطها عشان يدي الطعم اللي انت بتشتريه من بره. وهنحضر بقى ونضرب ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. مش هنحط بقى اللي فوق هنا دي عشان هتشوفوا دلوقتي ايه اللي هيحصل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي كده. بسم الله ما شاء الله كده. وهنصلي على النبي كده ونضرب. بصوا بقى كده. بسم الله ما شاء الله. تضربي كده وتبطلي. تضربي كده وتبطلي. ما تشغليش على طول. انا اوريكم المنظر من فوق كمان. بصوا المنظر اما يبقى المنظر كريم. دي كده هنديها ضربه بقى جامده على طول. طبعا موريكم اهو الخلاط اهو هو بيضرب. كل حاجه كده قدامكم. يا جماعه نحط الحاجه والمقادير تبقى الكوبايات كلها كده زي بعض. بيقول لك اللبن ما يكونش مغلي. صراحه انا كنت غاليه، بس هو بيقول لك لما تجيبيه ما تغلوش وتحطيه بيبقى بخير وكله. بس انا على فكره غليته، لقيت القشطه فيه بسم الله ما شاء الله وحطيتها وانا استفاد بيها برضو. اصل يعني للامان الغاليه دي. بصوا بقى الشكل بقى خالص كريمي خالص اهو. كده بقى يا جماعه عشان هنحط ده اهو. بصوا بقى كده. انا عايزه اوريكم بقى بالظبط ده هعملها ازاي. الحركه دي التكه والحركه بالظبط. ده هنحط كده سرسوب من فوق كده. تحطي سرسوب كده وتشغلي اهو. ما تشغليش بقى، ما تحطي الزيت تحطي على طول تشغلي على طول، لا تكه وتطفي. تكه وتطفي. تكه وتطفي. وتحطي تاني اهو. شايفين السرسوب اهو. تحطي وتطفي وداعا للغلية. تطفي برضو ونحطي سرسوب تاني اهو. يا رب تكونوا شايفين اهو. شفتوها دي؟ شوفي المنظر جوه برضه. هنجيبها اهوت ونضرب اهو. شايفين اهو. نحطهم بقى كلهم كده ونشغل تكه برضه ونطفي. وهنشوف بقى السر بقى هنا. لازم تطفي ده كده. بس المنظر بس كده تقلت معانا. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بس بقى مقدار 3 كوبايات. يعني تحسي كده ان هو بتاع ربع كيلو زبده. ربع كيلو زبده اكتر اقل تبع بقى الكوبايات اللي انت حطاه. عايزه تزودي الكوبايات كبيره زودي زي ما انت عايزه، المقدار اللي انت عايزاه كده. بقى كل مره تاخدي منها كوبايه الحاجه اللي عندك وتزودي كده. ما تشتريش بقى، ممكن تجيبي كميه اكبر وتعملي يعني ربع كيلو زبده وربع كيلو لبن وربع كيلو زيت. هتعملي ممكن كيلو ونص زبده يبقوا عندك. شو بقى من ربع وربع وربع. ربع زبده نضيفه وزيت، ربع زيت نضيف طبعا من الزيت اللي عندك، وربع لبن. شوفوا المنظر بقى نعمل بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على النبي. شوفوا انا قلت احطها في قالب
كأن ايه زي اللي بشتريه من بره. موريك اهو كل حاجه في الخلاط. بصوا بقى المنظر اهو، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. ده طلع ايه، هيطلع قالب وكوبايه. ممكن احط في حاجه تاني. هتلاقي دي بقى قالب زبده عندك من ايه، من اقل التكاليف، ولا تشتري ولا حاجه. اهو اشتريتي بس اول مره كل حاجه اهو. شايفين طلع قد ايه؟ يعني ده ممكن يكون اكتر من ربع كيلو يا جماعه. شايفين المنظر؟ فرغت كله اهو، مش خليتش اي حاجه. ودي هاخدها برضه احطها. شوفوا الجمال والحلاوه اهي. دي بقى ايه، تجمد كده في التلاجة، تقعد لها بقى ساعتين تلاتة، ساعتين تلاتة. فايه بقى تشوفوا بعد ما ساعتين تلاتة هنعرف ايه اللي حصل. بصوا يا حبايبي السمنه اهي، الزبده اللي احنا ضربناها في الخلاط اهو. بصوا عملتها ايه، بصوا شكلها ايه. اعمل بقى طبق ملوخيه واوريها لكم. فص توم كده من اللي احنا ايه طحنينهم مع بعض ومخزنينه في الفريزر. كل حاجه تبقى عندك. وايه اهو الملوخيه اهي. قلت اعمل طبق ملوخيه جنب المحشي مفروض. ودي ايه، ضربتها في الخلاط وعملتها في اكياس اهي. كام كيس كده، جبت ملوخيه قلت اعمل طبق جنب المحشي، وقمت عامله ايه كام كيس كده طحنته في الخلاط زي ما انتوا عارفين. طلعوا دول ودوت ودوت كيس سلق مع توم مع شبت بقدونس، شبت وكزبره وسلق، ورصيتهم وطحنتهم، حمرتهم. وبعد ما حمرتهم عملت ايه، ضربتهم في الخلاط واشيلهم بقى للقلقاس. عملت بيهم قلقاس. مش وده المقدار ده شيلته، قلت ايه بعمل بيه تاني. بس برضه اوريكم ايه، تبقى عندكم حاجه كده جاهزه. ادي السلق جاهز تاخدي منه، يا دوب بقى تقطعي القلقاس وتعملي. وده الملوخيه تعوزي كيس تنزلي كده غير اللي عندنا طبعا بيبقى في الفريزر. بصوا بقى التومه، نخش بقى كده التومه كده وجمالها وحلاوتها. تبقوا مطفيه النار، اللي بيعمل يوطي النار عشان ما تبقاش ايه حاجه كده، تبقى ليها طعم وريحه. النار الهاديه دي بتطلع الاكل كده مستوي كده بايه بمزاج، وتديله طعم جميل. ما تعلوش النار. والمحشي اهو بصوا جماله وحلاوته. الله الله الله. نشوف الفراخ كمان وحلاوه الفراخ. ودي خلطه المحشي، الخلطه اللي فاتت سويتها. دي هيسيبوا المحشي ده وهياكلوا من جمالها. بس الفراخ عملتها ايه في الفرن، مسكتها ببصله وميه البصل، والبصل ما رميتوش حطيته على الوش اهو، هو اللي جمد الجمال والحلاوه. وبصله وكل التوابل اللي عندي والبهارات اللي احنا عاملينها مع بعض في اول القناه. ارجعوا للقناه كده وانتوا تشوفوا. جنزبيل على كركم على فلفل اسمر ملح، كل البهارات اللي انت بتحبيها تحطي. او طبعا بصي بقى لما تبقى بامبا كده ايه طشين عليها الملوخيه، طشيت الملوخيه على الفراخ وجمالها طريه وجميله. بصوا اهي تقطع ازاي، طريه طريه طريه. تبلتها بالبصله وكل التوابل اللي عندي. ولو ميه البصل كتير خلاص، مش كتيره حطي كوبايه زبادي. عندكيش كوبايه زبادي تعملي ايه، كوبايه ميه، وتقلبيها مع الخلطه والتوابل وكله والبصل اللي هو انت طحناه وميه البصل. وتقومي ايه سيبها البصله تومه خلاص كده. تقومي ايه بقى كل ده دعكه بالفريخ. الملوخيه بتغلي اهي، هاخدها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اسمعوا الطشه بقى وصلوا على النبي. شوفوا بقى الريحه يا جماعه بقى. شويه طبق ملوخيه كده محترم بالهنا والشفا اللي طلب، والهنا والشفا اللي هياكلوا يا رب. الجمال والحلاوه والطعامه، التومه بالكزبره، كل حاجه يا جماعه جميله جميله جميله. والمحشي حاله المحشي اهي. انا عملت المحشي ده معاكم كتير. والملوخيه هتفي بقى عليها متخليهاش تغلي. دي الفراخ وكل يوم بصي استوت ازاي.